في لحظة من لحظات التجلي الكتيرة اللي بتيجي على الواحد بعد نص الليل، جه في دماغي سؤال من أغنية لحمادة هلال. كان في توك توك معدي من تحت البيت كان مشغلها. الأغنية دي بتقول: ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير. فسألت نفسي بجد، يا ترى ليه فعلا كل حاجة عمرها قصير؟ ولما دورت لقيت إن المواقف الوحشة اللي بتتسبب في نهاية الحاجات الحلوة مش بالضرورة تكون وحشة، بل بالعكس دي ممكن تكون بداية مرحلة جديدة أنت ما كنتش تتوقعها. وده لأنك قاعد مرتاح في الكومفورت زون بتاعت الحاجات الحلوة. النسبية من الأسباب اللي بتخلي الواحد مننا يحس بالوقت وبالحاجات بطريقة مختلفة. يعني ممكن ما يكونش الحاجات الحلوة عمرها قصير ولا حاجة، لأ، بمعنى إنك لما تحط إيدك على النار لمدة دقيقة هتحس إنها سنة، ولو قاعد مع حد بتحبه لمدة ساعة هتحس إنها دقيقة. ففعلا الحاجات الحلوة بتعدي بسرعة، والمواقف الصعبة بتعدي كأنها عمر. معظمنا بيركز على الحاجات السلبية أكتر من الحاجات الإيجابية، وكمان بنكون عايزين من الحاجات الحلوة واللي بتخلينا مبسوطين أكتر. فعلشان كده تلاقينا طموحاتنا وأملنا دايما عالية، ولما تحصل حاجة عكس اللي احنا مخططين لها بندخل في مود من البؤس والحزن. علشان كده محتاجين ننزل بسقف توقعاتنا شوية، عدم إدراكنا لحقيقة إن مفيش حاجة بتستمر للأبد، وده لأننا بنكون ملهيين في الحاجات اللي بسطانا ومش مدين أي إخوانة إن الحاجة دي ممكن تروح مننا في أي ثانية. إسلام جمال كتب في كتابه فاتتني صلاة إن كان في ملك طلب من وزيره إنه ينقش له على الخاتم بتاعه الجملة: إذا أراه وهو حزين فرح، وإذا أراه وهو سعيد اعتدل. قام الوزير ناقش له على الخاتم: هذا الوقت سيمضي.